السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة جديدة من وصفاتي. هنعمل بسكوت العيد، هنعمله بالزبدة وبالفانيليا. طريقة سهلة جدا وبسيطة، يا رب تعجبكم. شايفين شكله وجماله؟ هش جدا، البسكوتة خفيفة خالص وطعمه في منتهى الجمال. نبدأ على بركة الله ونشوف عملنا ازاي. هقول لكم على المكونات واحنا شغالين. طبعا كل واحد هيعمل الكمية المناسبة ليه. دول 175 جرام من الزبدة. الزبدة دي لازم تكون خارجة من التلاجة، يعني جامدة، علشان ما تسيحش مننا واحنا شغالين. هحطهم في بولة واضربهم بالمضرب واضيف عليهم حوالي كوباية ونص من السكر، ما يعادل 150 جرام من السكر. كمية السكر دي بالنسبة لي مناسبة جدا ومعقولة جدا. طبعا اللي عايز يزود سكر اكتر من كده براحته. هضربهم كويس اوي لحد ما يدوني قوام كريمي. بعد كده هبتدي اضيف البيض واحدة واحدة. البيض لازم يكون بدرجة حرارة المطبخ. كل بيضة اضيفها هضربها بالمضرب كويس جدا لحد ما تختفي في الزبدة والسكر. هنضيف البيضة التانية وادي البيضة التالتة. هضيف كيسين من الفانيليا وهنقلب بالمضرب كويس قوي لحد ما تختلط كل المكونات مع بعض. هسيب لكم المكونات والمقادير في صندوق الوصف. كده الخليط اصبح جاهز. هنضيف الدقيق 350 جرام من الدقيق. ضفت عليهم ربع معلقة صغيرة من الملح ومعلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. ما نحاولش نزود في البيكنج باودر عشان ما يفرش في الفرن، تلاقي البسكوتة عرضت كده في الفرن. هنخله عشان ادخله هوا كفاية عشان البسكوتة تبقى هشة كده. وهنضيف الدقيق شوية شوية. شوف هنستخدم 350 كلهم ولا نستخدم شوية منهم. ده اخر شوية في الدقيق. كده 350 جرام كاملين استخدمناهم. هقلب بقى كل الخليط كويس قوي لحد ما يديني قوام متجانس. كده خلاص خلصنا خفق والخليط بقى جاهز كده انه احنا نشكله. هجيب صاج هدهنه بالزيت، مسحة خفيفة كده من الزيت. عندي كيس الحلواني هقصه من تحت من الطرف عشان ادخل فيه القمع. القمع ده الرقم بتاعه مكتوب D1. اللي عايز طبعا مقاسات تانية يعمل. ده المقاس اللي انا اشتغلت بيه. هبتدي اعبي الخليط في كيس الحلواني وابتدي اشكل البسكوت. لازم اضغط كويس قوي على البسكوتة وانا بشكلها علشان خاطر ما تطلعش متقطعة او تطلع حتة رفيعة وحتة تخينة. تحاول اطلعها كلها مقاس واحد من اولها لاخرها. ولو في اي زيادات في البسكوتة هنقصها ونظبطها. طبعا البسكوتة اللي حاسين انها مش مظبوطة بنلمها ونرجعها في العجين تاني ونشكلها من تاني بطرف السكينة كده، ونحاول نظبط الاطراف بتاعة البسكوتة. ولو في حاجات زيادة بنشيلها ونظبط الطرف.
هنخبز البسكوت على درجة حرارة 180. بيطلع معانا بالشكل الجميل ده، بسكوتة هشة ومقرمشة وخفيفة جدا. وصفة سهلة جدا وسريعة، وتعملوه ما ياخدش 10 دقايق في عمايله. ودي كانت وصفتنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، وإلى اللقاء في وصفات أخرى قادمة. سلام عليكم.